السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم رجب الأسمراني. قبل ما نبدأ متنساش تدعمني بلايك جميل وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وخليني أقول لك كلمة صغيرة كده تشجعك. أي معلومة صغيرة ممكن تغير في حياتك، فلازم تفضل دايما متعلم ومستكشف. ويلا بينا ندخل في موضوع النهاردة. عمرك سألت نفسك ليه شبكة الواي فاي بتضعف أو حتى بتفصل لما تدخل الحمام؟ بص يا سيدي، الحمام أغلبه معمول من السيراميك والخرسانة، والمواد دي بتعتبر عدو لإشارة الواي فاي لأنها بتعكس الموجات أو بتحبسها، ومبتسمحش تعدي كمان وجود المياه سواء في المواسير أو حتى في البانيو. والحوض بيأثر جدا لأن المياه بتمتص جزء كبير من الموجات اللاسلكية. يعني ببساطة المشكلة مش في الراوتر نفسه، المشكلة في العوائق اللي حوالين الحمام. طيب والحل إيه؟ الحل إنك تحط الراوتر في مكان مفتوح بعيد عن الجدران السميكة، أو تستخدم مقوي إشارة واي فاي اكستندر علشان يوصلك النت كويس في كل مكان في البيت. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو المعلومة عجبتك أو استفدت منها متبخلش عليا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. من رجب الإسمراني، سلام عليكم ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.